السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير. النهاردة هنعمل شوربة العدس الأصفر اللي لا غنى عنها في الشتاء، وكمان هنخبز أحلى شوية عيش أسمر، حاجة كده ما شاء الله روعة. بصوا مفرغ من جوه ازاي، مش مكتوم خالص، طري جدا، كمان صحي جدا. عملنا كمية جميلة ما شاء الله بنص كيلو دقيق بس. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتنبيه للجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وصلوا بينا على النبي. تعالوا نخش على طريقة المقادير. هنا كان عندي نص كيلو دقيق، بجيبه من عند العطار، بقول له عايزة دقيق أسمر. هنا بقى عندي كوباية كده، احط فيها معلقة سكر كبيرة، عليهم معلقة خميرة كبيرة، احط عليهم نص كوباية مية دافية، واقلب الكلام ده كله كويس لغاية ما يدوب السكر. اغطيها كده واسيبها تختمر لغاية ما تعلى معايا، مش هتاخد وقت خالص، بس يعني الطريقة دي حلوة عشان اتأكد ان الخميرة شغالة كويسة. بصوا ما شاء الله علت ازاي، فكده ان شاء الله الوصفة هتطلع ناجحة. هنا بقى احط معلقة ملح كده صغيرة على الدقيق، هفضي بقى الخميرة بتاعتي. يعني افضل من ان انتي تفضي الخميرة كده، ممكن الخميرة تكون مش كويسة او مش شغالة فبوظلك الدنيا، فدي يعني الخطوة دي مهمة برضو. فهنا بقى افضي مية برضو دافية في نفس الكوباية كده، وهبتدي ان انا اعجن والم الكلام ده كله. هي كمية المية هنا حسب بقى ايه الدقيق بتاعك هياخد قد ايه. فهنا هفضل اعجن لغاية ما هوصل لقوام عجينة طرية خالص وتكون بتلزق في الايد. هنا بصوا خدت الكوباية كلها، وكانت كمان لسه عايزة تاني كده. حسيت ظبطت الدنيا جنبي، بس مش مهم، هو عجين برضه يا جماعة، نعجن براحتنا في بيتنا. هنا بصوا كمل بقى عجن كده لغاية ما احصل على عجينة كده. بصوا طرية خالص، بصوا بقت بتلزق ازاي. وصلنا بقى للقوام ده، بصوا عامل ازاي يا دوب. بص يعني حتى ايدي بتطلع فيها عجين، بس انا هعمل ايه، هدهن بقى ايدي زيت كده وهتعامل معاه. هجيب بقى طبق عندي تاني هدهنه زيت كده وهفضي فيه واسيبها تخمر. هنا بقى عشان احنا في الشتاء يعني وعايزين تخمر بسرعة، فانا هجيب مية، مش هعملها كلها، اي حلة عندك امليها شوية صغيرين وحطيها وسيبيها تخمر في مكان دافي، مش هتاخد نص ساعة بالكتير وهتلاقيها خمر. انا بقى هعمل عدس الاصفر. هنا عندي عدس ده ربع كيلو مغسول. عندي بقى بصلاية وبطاطساية كده، اقطع كل الكلام ده وطماطمايه، وهنا جزراية، فصين توم كده. اخد الخضار ده كله كده اشوحه كده بمعلقة زيت او معلقة سمنة، اي حاجة عندكم، اشوحه كويس جدا. احط بقى عليهم مرقة كده، اللي عنده شوربة يستغنى عن المرقة. هفضل اشوح الكلام ده كله، وكمان هنزل بيهم بالعدس وبرضه هفضل اشوحه كده لغاية ما ياخد الخضار، يعني ياخد من طعم العدس. افضل من ان انتي تحطي مية وتسلقي الكلام ده كله مع بعض، لا، ياخد تشويحة دي بتدي طعم هايل. احط المية بقى واسيبه ايه يتساوي براحته. اول ما يستوى يعني هضربه في الخلاط وخلاص على كده. ملح، اشوف ملح والبهاراتي وكده يبقى جاهز عندي. هنا كانت الخميرة بقى اتعجنت خمرت. انا جدتني شكلها. هنا كانت العجينة خمرت خلاص. عندي ردة بقى، هي دي اللي هفرد بيها. بصوا هي بتلزق خالص، فما تقلقوش خالص. تجيبوا شوية زيت بقى كده وتدهنوا ايديكم وتتعاملوا معاها. هفضل اكورها بقى كده كور متساوية، هي مش هكور كور كبيرة قوي. بصوا يعني انتوا برضو المقاس اللي تحبوه. بصوا ما شاء الله نص كيلو برضو ربع معايا كذا واحدة يعني. بصوا
افضل اظبطها بقى كده واسويهم كويس. هنا بصوا انا ولا فراده ولا اي حاجه، بايدي بصوا بتتفرد بكل سهوله. احط الرده، بس باخد كده واحده، حبيت اقربها لكم يعني من قريب. احط رده كده وبايدي بصوا ما شاء الله العجينه سلسه جدا، بتتفرد بكل سهوله. احنا بقى هنا مش هنكبر الرغيف، احنا يا دوبك يعني ايه مش عايزين كبير الرغيف، يعني ما تفرديش قوي عشان يبقى فيه لبه من جوه، وكمان يطلع يعني طري وحلو. فانا بصي هكتفي بالمقاس ده كويس جدا، يعني اكتر من كده مش هيطلع حلو. الفرد كده كويس اوي، المقاس ده كويس. نعمل واحد تاني كده بصوا ما شاء الله، وكمان انت بتسيبوها تريح شويه فالموضوع بيبقى سهل. هعمل كله بقى واسيبه يرتاح كده. وبرضو تشيلوها وتحطوه عشان ما تلزقش من تحت، تفردوا بالردة كويس. وحاولوا برضو ما تفردوهاش جامد، لازم تبقى يعني فيها سمك شوية. بصوا خلاص كده فردت كله. هنا بقى دول هدخلهم الفرن، اللي عنده فرن اللي عايز يعملهم على البوتاجاز حاجة براحتكم. انا دخلت 2 كده الفرن، وقلت اكمل الباقي على البوتاجاز يعني، واشوف مين يعني اللي هينجزني اسرع. لقيت ان الطاسة هي اللي بصراحة اللي كانت نجزتني شوية عن الفرن، فكملت بقيتهم على الطاسة. هنا بصوا ما شاء الله، بصوا يعني والله حاجة ما شاء الله جميلة جدا، وكفاية ريحة الخبيز اصلا في البيت يعني ما شاء الله. يعني كمان العيش ده صحي جدا يعني مفيد جدا، يعني انا عيالي ما شاء الله يعني حبوه قوي. هنا كان خلاص خلص. بصوا بجد والله كانت تجربة اصلا حلوة جدا وجميلة جدا، ويا رب يكون عجبكم. هشوفكم على خير، مع السلامة.